بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هناخد تكملة الدرس الرابع. احنا خدنا المرة اللي فاتت في الجزء الأول من الدرس الرابع خدنا الجهاز الهضمي اللي هو النشاط رقم كام؟ رقم 8. خدنا يعني إيه عملية الهضم ويعني إيه مكونات الجهاز الهضمي، وخدنا أهم الأسئلة اللي بتيجي على إيه؟ على الدرس دوت. إن شاء الله النهاردة احنا قلنا هنقسم الدرس لجزئين. الجزء التاني النهارده اسمه الجهاز التنفسي في الانسان، ودوت نشاط رقم كام يا شباب؟ نشاط رقم 9. طيب يعني ايه هو الجهاز التنفسي في الانسان؟ هو الجهاز المسؤول عن ادخال الهواء الى الجسم وطرد المواد الزائدة عن حاجته. يبقى ايه هو الجهاز التنفسي يا شباب؟ تاني هنقوله، هو الجهاز المسؤول عن ادخال الهواء الى الجسم وطرد المواد الزائدة عن حاجته. ايه هي الغازات اللي الجسم محتاجها؟ عندنا اول حاجة الاكسجين، عندنا غاز الاكسجين. الاكسجين دوت هو غاز يحتاجه الجسم للحصول على الطاقة حتى يقوم الجسم بإيه؟ بوظائفه، ويتم الحصول عليه من الهواء الجوي. يعني الأكسجين موجود فين؟ موجود في الهواء الجوي، ويدخل إلى الجسم عن طريق عملية الشهيق. هنعرف كمان شوية يعني إيه عملية الشهيق، يعني إيه عملية الزفير. تمام؟ طيب إيه تاني؟ عندنا غاز اسمه ثاني أكسيد الكربون، هو غاز ينتج من عملية التنفس اللي هو عملية مين؟ الزفير، وهو غاز ضار بالجسم يجب التخلص منه. طيب يبقى عملية التنفس اللي هي تبادل الغازات هي عملية دخول الهواء. عملية مين؟ دخول الهواء المحمل بالأكسجين وخروج الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون للحصول على مين يا شباب؟ للحصول على الطاقة. تاني أهم حاجة خلي بالكم، عندنا تعريف الجهاز إيه؟ الجهاز التنفسي ده مهم، وعندنا عملية التنفس أو تبادل الغازات برضو تعريف مهم. طب ايه عملية التنفس؟ هي عملية دخول الهواء المحمل بالأكسجين وخروج الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون للحصول على الطاقة. خلي بالكوا السؤالين دول بيجوا في الامتحان كتير قوي، ساعات بيقول لك كده اكتب المصطلح العلمي. طيب أول ما يقول لك كده هو الجهاز المسؤول عن إدخال الهواء إلى الجسم وطرد المواد الزيادة عنه، يبقى ايه؟ يبقى الجهاز التنفسي. أول ما أقول لك جهاز يبقى جهاز تنفسي. اول ما يجيب لك هي عمليه دخول الهواء يبقى دي اسمها عمليه مين؟ التنفس. يبقى عمليه التنفس هي ايه؟ هي عمليه دخول الهواء المحمل بالاكسجين وخروج الهواء المحمل بثاني اكسيد الكربون للحصول على مين؟ للحصول على الطاقه. تمام؟ طيب عمليه التنفس يا شباب عمليه معقده. عمليه ايه؟ معقده، يعني عمليه مش سهله. سبحان الله، موجود جوه جسمك او جسمنا كلنا في مصانع ربنا عز وجل خلقها. طبعا كل ده بيحصل فين؟ جوه جسمك وانت ايه طبعا؟ وانت مش حاسس. تمام؟ دي اسمها عمليه مين؟ عمليه التنفس. دي عمليه مالها؟ عمليه معقده. لا يستطيع الجسم تخزين الاكسجين. اي جسم لكائن حي لا يستطيع تخزين الايه؟ الاكسجين لفتره ايه؟ لفترة كبيرة. طبعا انت ممكن تحبس نفسك شوية، تمام، لكن ان انت تخزن في جسمك اكسجين زي بتخزن اكل كده ما ينفعش. لا يستطيع الجسم تخزين الاكسجين، لذلك لا يمكن حبس انفاسنا لمدة ايه؟ لمدة طويلة. لمدة طويلة. طب ما هي اعضاء ومكونات الجهاز التنفسي؟ عندنا اعضاء ومكونات الجهاز التنفسي. اول حاجة عندك مين؟ عندك الانف، وعندك بعد كده البلعوم، وعندك القصبة الهوائية، وعندك الشعبتين الهوائيتين، وعندك الرئتان، وعندك الحجاب الحاجز. يبقى عندك كام كده أعضاء الجهاز التنفسي؟ كام عضو؟ 6 أعضاء. أول حاجة الأنف والفم. الهواء بيخش إيه؟ إلى الفم والأنف. طبعا بيخش الهواء بيخش لنا عن طريق الأنف ومين؟ والفم. بعد كده بيدخل فين يا شباب؟ على القصبة الهوائية. بعد كده بيخش على مين؟ على حاجة اسمها الشعبتان الهوائيتان. تمام؟ اللي هي بداخل الرئتين. وفي حاجة تحت خالص اهي اسمه ايه؟ الحجاب الحاجز، اللي هو بالاحمر ده وبيشاور عليه ده اسمه ايه؟ عضلة الحجاب الحاجز. تمام؟ يبقى ما هي أعضاء ومكونات الجهاز التنفسي؟ أول حاجة الأنف، البلعوم، القصبة الهوائية، الشعبتين الهوائيتين، الرئتان، والحجاب الحاجز. تمام؟ طب ساعات بيجي لك يقول لك علل. من الضروري استنشاق اكسجين نقي ومتجدد باستمرار. ليه يا ترى؟
بيقول لك كده حتى يستطيع الجسم القيام بوظائفه الحيوية. يبقى ليه الإنسان بيحتاج إلى الأكسجين باستمرار؟ حتى يستطيع الجسم القيام بوظائفه الحيوية. عندنا مسار دخول الهواء إلى الجسم. أول حاجة الهواء بيخش، قلنا من شوية بيخش منين؟ بيخش إلى الجسم عن طريق الأنف، وعن طريق مين؟ وعن طريق الفم. تمام؟ يدخل الهواء من الأنف والفم مندفعا إلى البلعوم. إلى مين يا شباب؟ البلعوم. ثم القصبة الهوائية، ثم الرئتين عن طريق حاجة اسمها الشعبتين إيه؟ الهوائيتين. يبقى أول حاجة الهواء بيخش كده عن طريق الفم وإيه؟ عن طريق الفم والأنف. بيخش على مين؟ على البلعوم. وقلنا البلعوم دوت هو فتحة مشتركة ما بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. بعد كده بيخش على حاجة اسمها القصبة الهوائية اللي هي دي كده. بيخش بعد كده على مين؟ على الرئة اليمنى والرئة اليسرى. طب الرئتين فيهم ايه؟ الرئتين فيهم حاجة اسمها شعبتان هوائيتان. شايف اللي هي عامل زي اشجار، عامل زي الاغصان الشجرة دي، دي اسمها ايه؟ شعب هوائية، اسمها شعب هوائية. نكمل مع بعض. تنقسم الشعبتان الهوائيتان إلى شعيبات هوائية متفرعة تشبه أغصان الشجر، تنتهي بحاجة اسمها الحويصلات الهوائية. في حاجات صغنونة كده ايه موجودة في آخر، اللي هي الحاجات ايه اللبن دي الصغيرة دي كده، اللي موجودة في آخر الشعبتان الهوائيتان اسمهم ايه؟ حويصلات هوائية، اسمها حويصلات هوائية. طيب الحويصلات الهوائية هي أكياس صغيرة محاطة بالأوعية الدموية. محاطة بإيه؟ بالأوعية الدموية. يتم فيها عملية تبادل الغازات بين الدم والرئتان. يبقى لما يجي يقول لك أين يتم تبادل الغازات بين الدم والرئتان؟ فين؟ داخل الحويصلات الهوائية. تمام؟ طيب تتوالى عملية الشهيق وعملية الزفير بمساعدة حاجة مين؟ حاجة اسمها عضلة الحجاب الحاجز. مهمة أوي دي، اللي هي آخر الرئتين هنا من تحت كده، في عضلة اسمها عضلة الحجاب الحاجز اللي أنا برسمها معاك دي كده. عضلة الحجاب الحاجز دي اللي بيساعدنا على عملية مين؟ عملية الزفير وعملية الشهيق. طب كيف تحدث عملية التنفس؟ وما هو دور الحجاب الحاجز في جسم الإنسان؟ تمام؟ بيقول لك في الشهيق، اول ما انت بتعمل كده تاخد نفس بقفل بقك كده، تعمل المناخير كده، دي اسمها عمليه ايه؟ عمليه الشهيق. تمام؟ تبقى انت قافل بقك، او الهواء بيخش عن طريق الفم والانف. تمام؟ بيخش لمين؟ بيخش الى الرئه. اول ما الرئه تتملى بالهواء دي اسمها عمليه مين؟ عمليه الشهيق. طيب يعني ايه عمليه الشهيق؟ بيقول لك في عمليه الشهيق ينقبض الحجاب الحاجز دوت كده، بينقبض. تمام؟ بيحصل له ايه يا شباب؟ بينقبض الحجاب الحاجز ويهبط إلى أسفل. خلي بالك من كلمة ينقبض ويهبط إلى مين؟ إلى أسفل، عشان بيجي لك على طول فين؟ في اختار أو أكمل أو إيه؟ اختر ما بين القوسين. تمام؟ في الشهيق ينقبض الحجاب الحاجز ويهبط إلى مين؟ إلى أسفل. يبقى أول ما ينقبض بيهبط إلى مين؟ إلى أسفل. ويتسع القفص الصدري والرئتان ويدخل مين؟ ويدخل الهواء. ده أثناء عملية مين؟ أثناء عملية الشهيق. أما في الزفير ينبسط، يعني بيتمدد الحجاب الحاجز، بيتمدد لمين؟ إلى أعلى. يبقى في الزفير ينبسط الحجاب الحاجز ويرتفع إلى أعلى، ويضيق القفص الصدري والرئتان ويخرج مين؟ ويخرج الهواء. ويخرج الهواء. تمام؟ يبقى احنا كده النهارده خدنا ايه؟ خدنا يعني ايه هو الجهاز التنفسي، ويعني ايه هي عملية التنفس، وايه هي مكونات الجهاز التنفسي، وايه هي عملية الشهيق والزفير، وما هو دور الحجاب ايه؟ الحجاب الحاجز. طيب بيقول لك ماذا يحدث عند حبس انفاسنا لمدة طويلة؟ لن تتمكن من استنشاق الاكسجين، وبالتالي سيفشل الجسم في اداء وظائفه مين؟ الحيوية. طب ما هو الغاز الناتج من عملية التنفس اللي هو الزفير؟ طبعا بيخرج غاز مين؟ ثاني اكسيد الكربون. طب لماذا يجب التخلص من غاز ثاني اكسيد الكربون؟ لانه غاز ضار بالجسم. لأنه غاز إيه؟ ضار بالجسم. كده احنا خلصنا الجزء الثاني من الدرس الرابع اللي هو الجهاز التنفسي. جهاز مهم جدا في جسم الإنسان، وبيجوا منه في الامتحان أسئلة كتيرة جدا جدا. وزي ما اتفقنا قبل كده، أو زي ما احنا متعودنا، إن احنا بعد كل درس بناخد أسئلة إيه؟ أهم الأسئلة موجودة فين؟ في الدرس. أول سؤال معانا النهاردة، السؤال الأول يقول لك ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة. أول سؤال بيقول لك أي مما يلي
ليس من مكونات الجهاز التنفسي. ايه اللي من ضمن الحاجات اللي جايه دي كده ليس من مكونات الجهاز التنفسي؟ هل الرئتان ولا القصبة الهوائية ولا الأمعاء الدقيقة ولا الأنف؟ أيوة بالظبط كده، برافو عليك، الأمعاء الدقيقة. لأن الأمعاء الدقيقة زي ما قلنا في درس فات منين؟ تبع الجهاز الهضمي. أما الرئتان والقصبة الهوائية والأنف تبع مين؟ الجهاز التنفسي. السؤال الثاني بيقول لك أثناء الزفير يخرج من الرئة غاز مين؟ أيوة برافو عليك، غاز ثاني أكسيد الكربون. طيب الرئتان من الأعضاء المهمة في الجهاز مين؟ التنفسي ولا الهضمي؟ طبعا في الجهاز التنفسي. السؤال الرابع، يرتفع الحجاب الحاجز لأعلى أثناء عملية مين؟ أول ما يطلع لأعلى يعني بيخرج غاز مين؟ ثاني أكسيد الكربون. يبقى كده عملية مين؟ عملية الزفير. يبقى يرتفع الحجاب الحاجز لأعلى أثناء عملية الزفير. السؤال الثاني بيقول لك ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارة الآتية أو الجمل الآتية. عند الجري وبذل المجهود تقل عدد مرات التنفس، صح ولا غلط؟ طبعا إجابة خاطئة. طبعا أول ما الإنسان بيجري تمام التنفس عنده بيزيد عشان الجسم يدخل أكسجين. الأكسجين دوت بيعمل إيه؟ بيساعده على الحصول على مين؟ على الطاقة. طيب السؤال الثاني بيقول لك الجهاز العصبي مسؤول عن التنفس، صح ولا غلط؟ طبعا إجابة إيه؟ إجابة خاطئة. الجهاز التنفسي هو المسؤول عن مين؟ عن عملية التنفس. السؤال الثالث اللي بعد كده بيقول لك اختار الإجابة الصحيحة مما يلي. عندك هنا المجموعة ألف والمجموعة ب. المجموعة ألف فيها البلعوم والتنفس والأكسجين والحجاب الحاجز. المجموعة ب فيها 4 نقط، ألف وب وج. عضلة لها دور هام في عملية التنفس، وعضو مشترك بين الجهاز الهضمي والتنفسي، وعملية دفع الهواء داخل وخارج الجسم، وغاز ضروري لعملية التنفس. أول حاجة البلعوم هو إيه يا شباب؟ أيوة تمام، هو عضو مشترك بين الجهاز مين؟ الهضمي والتنفسي. يبقى البلعوم عند مين؟ واحد عند ب. واحد عند مين؟ عند ب. يبقى ده كده واحد. طيب التنفس هو ايه؟ هو عملية دفع الهواء داخل وخارج الجسم. يبقى ده كده ايه؟ 2. تالت حاجة الأكسجين هو ايه؟ هو غاز ضروري لعملية مين؟ التنفس. يبقى ده كده 3. 4 الحجاب الحاجز هو مين؟ هو عضلة لها دور هام في عملية التنفس. طيب نخش على السؤال الرابع. بيقول لك أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين قوسين. واحد بيقول لك الجهاز الذي يمد الجسم بالأكسجين هو الجهاز مين؟ أيوة الجهاز التنفسي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك من أعضاء الجهاز التنفسي الرئة ولا المعدة؟ طبعا مين؟ الرئة. يتم طرد غاز ثاني أكسيد الكربون خارج الجسم أثناء عملية مين؟ الشيخ ولا زفير؟ طبعا عملية مين؟ عملية الزفير. السؤال الرابع بيقول لك الحجاب الحاجز هو عضو مهم في الجهاز مين؟ تبع الجهاز طبعا الجهاز التنفسي. آخر سؤال معانا أكمل العبارات الآتية. بيقول لك يرتفع الحجاب الحاجز لأعلى أثناء عملية مين؟ احنا قلنا من شوية أول ما يرتفع لأعلى يعني بيخرج إيه؟ بيخرج الغاز الموجود في الرئة. يبقى في عملية مين؟ عملية الزفير. وبيخرج معاه غاز مين؟ ثاني أكسيد الكربون. طيب السؤال الثاني بيقول لك أثناء الزفير يخرج من الرئة غاز مين؟ ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون. آخر سؤال معانا تنقبض وتنبسط عضلة نقط أثناء عملية التنفس. عضلة مين يا شباب بتنقبض وتنبسط؟ عضلة مين؟ برافو عليكم، أيوة الحجاب الحاجز. وكده الحمد لله وصلنا لنهاية الدرس، وخدنا أهم الأسئلة موجودة عندنا في الدرس، وخدنا يعني إيه عملية التنفس، ويعني إيه الغازات الموجودة في عملية التنفس اللي هو غاز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وخدنا مكونات الجهاز التنفسي، وعرفنا كل عضو من أعضائه بتعمل إيه في جسم الإنسان، وخدنا أهم الأسئلة الموجودة في الدرس. إن شاء الله يكون درس تستفادوا منه بإذن الله كتير، وده درس من دروس المهمة جدا جدا في المنهج. لو أنت وصلت معانا لغاية هنا إن شاء الله ما تنساش تعمل اشتراك للقناة لو مش عامل اشتراك، وتعمل إعجاب للفيديو لو كان عجبك، وانشر الفيديو لأصحابك أدل على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.